في الفترة الأخيرة انتشرت إشاعات عن إصابة جور المغربية بالإيدز، حيث تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي خبر إصابتها، والتي اشتهرت فيديوهاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، وهي تقيم في دبي بالإمارات. وبدأ انتشار خبر إصابة جور المغربية بالإيدز. ترجع لتويتو نشره مغرد السعودي ادعى فيه أنها تم طردها من دبي لإصابتها بالإيدز وممارستها للفعل الفاضح، وفي الوقت الحالي لم تظهر جور المغربية لتنفي أو تؤكد تلك الأخبار. وتسبب خبر إصابة جور المغربية بالإيدز في سرد الجدل الإمارات وفي المنطقة العربية على منصات التواصل الاجتماعي، ولم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن تؤكد أو تنفي الخبر المتداول. وتعد جوري من ضمن صناع المحتوى البارزين في الخليج برغم وصولها المغربية، إلا أنها نجحت في تكوين شعبية كبيرة بدول الخليج، حيث تتجاوز عدد متابعيها 2 مليون مشترك في السناب شات. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.